game against Morocco. Very good team. Don't need to say that. Semi-final at the World Cup. تصريح خطير من مدرب منتخب زامبيا يفاجئ به المنتخب المغربي بعد فوزه على زامبيا ضمن الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، ويصفع صحفياً جزائرياً تطاول على المغرب. شاهد ماذا قال. ولكن قبل البدء، إن كنت سعيداً وفخوراً بفوز المنتخب المغربي فاضغط إعجاباً للفيديو وعطر فمك بالصلاة على نبينا الكريم. بعد الأداء الرائع الذي قدمه المنتخب المغربي اليوم أمام زامبيا، وتمكن من الفوز بنتيجة مميزة مما يثبت قوته وتنظيمه العالي على أرض الملعب. وفي المؤتمر الصحفي صرح مدرب زامبيا قائلاً: اليوم واجهنا فريقاً استثنائياً بكل معنى الكلمة، فريق منظم متحد وقوي ذهنياً وفنياً. ما شاهدناه على أرض الملعب كان درساً في الاحترافية والالتزام من جميع اللاعبين المغاربة. لم يكن الفوز صدفة أو نتيجة ضعف الفرق الأخرى، بل كان ثمرة عمل دؤوب وخطط مدروسة وروح قتالية لا تصدق. لقد أثبت المغرب اليوم أنه قادر على مواجهة أي منافس في البطولة، وأن مستواه يرتفع في اللحظات الحاسمة. وتصاعدت الأجواء عندما وجه صحفي جزائري سؤالاً استفزازياً قلل فيه من المنتخب المغربي قائلاً: هل تعتقد أن فوز المغرب كان سهلاً بسبب ضعف الفرق الأخرى؟ ابتسم المدرب ثم رد بصوت حاسم: هذا السؤال لا يعكس الواقع على أرض الملعب. الفوز كان مستحقاً بالكامل. المغرب قدم أداءً متكاملاً لم يترك أي مجال للشك أو الجدل. وبناءً على ما شاهدت اليوم، أرى وبكل ثقة أن المنتخب المغربي مرشح للفوز باللقب، لما يتمتع به من تنظيم وقوة ذهنية وروح قتالية عالية. وكل المؤشرات تشير إلى أنه قادر على حسم المباراة النهائية لصالحه. وفي النهاية، شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.